بيبدأ الانمي بتاعنا بكينيتشي، راجل كبير وحياته مملة على الآخر، لكن فجأة بينتقل لعالم تاني. فيا ترى ايه اللي هيحصل له في العالم ده؟ وده اللي هنعرفه في حلقتنا النهارده، فاوعى تنسى اللايك والسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. بيلاقي كينيتشي نفسه فجأة في غابة ومرمي جنبه هيكل عظمي، ومفيش أغرب من كده، ما بيكونش فاهم أي حاجة من اللي بيحصل. وبيظهر له مرة واحدة ملفه الشخصي واللي بيكون فيه اسمه وسنه وكل حاجة تخصه. بيسأل نفسه طب فين طاقتي السحرية والكلام اللي بنشوفه في أفلام الانمي ده؟ وفجأة بيظهر له متجر إلكتروني وبيقول أخيرا حاجة أعرفها، وبيكون مخلص عليه فلوسه في عالمه الطبيعي. وبيلاقي معاه صندوق مخفي كمان، ولو حطيت جواه تلاجة مش هيقولك لأ. وبيجربه وبيطلع فعلا شغال، وبيكون متفاجئ كينيتشي جدا منه وبيقول العالم ده فشيخ يا جدعان. مرة واحدة بيحس بجوع شديد وبيحاول يشتري من المتجر أي حاجة ياكلها، لكن ما بيكونش معاه فلوس. لكنه بيكتشف إنه ينفع يعمل مقايضة بأي حاجة معاه مقابل اللي هو عايزه، وعينه بتيجي على الهيكل العظمي وحرفيا بيقلعوا هدومه وبيبيع كل حاجة من اللي معاه، وقصادهم بياخد شوية عيش وحليب. بيقرر كينيتشي يشتري عجلة عشان يدور على أي مدينة يجيب منها شوية فلوس، ويوم ورا التاني حياته بتستقر اكتر. بس في يوم وهو قاعد بياكل بيسمع صوت غريب، وبيلاقي وحوش محاصراه من كل ناحيه. بيفتح المتجر وبيدور على اي سلاح، وبيلاقي شويه العاب ناريه وبيقرر يرميهم على الوحوش، بس ما بيحوقش فيهم حاجه. وبيدور تاني بسرعه وما بيلاقيش الا نبله بيقعد يلوش بيها زي العبيط، بس فعلا بتنجح. وبيبتدي يسيب الوحوش والباقي منهم بيهرب. بياخد عجلته وبيقول لهم استاذنكم انا. بيجي تاني يوم وبيكون بيدور على اي مدينه، وفعلا بيلاقي سور مدينه كبير جدا. وبيشتري شويه فلفل من متجره الالكتروني، وبيقول اخيرا هبدا اتاجر واعمل فلوس. بيتحرك كينيتشي للمدينه، وهو في طريقه بتكون هتشيله عربيه كارو، وبيطمن الراجل انه كويس، وبيقول له لو رايح لمدينه داليا انا ممكن اوصلك. بيقول له كينيتشي بس انا معيش اي فلوس يا عمنا. بيضحك الراجل وبيقول له اركب ما تخافش مش هدفعك حاجه. وبيكون اسمه فويو، وبيطلع تاجر هو كمان. بيركب كينيتشي وبيلاقي واحده غريبه في العربيه وبتطلع شاعره متجوله، وبيساله فويو عايز تروح داليا ليه؟ بيقول له اني بفكر ابقى تاجر هناك. وبتبدا البنت تغني لكينيتشي طول الطريق. بيوصلوا اخيرا المدينه، وبيساعد كينيتشي فويو في تنزيل البضاعه بتاعته، وبيديله كمان عربون محبه. شويه الفلفل اللي اشتراهم بيترعب فويو، وبيقول له انت شكلك عبيط وهتودينا في داهيه. بيقرب منه وبيقول له ان نقابه باكوبا محتكره تجاره التوابل، ولو عرفوا حاجه زي كده مش هيحصل لك كويس. بيقرر ياخدهم منه في الخفا، لكن بيقول له لازم تاخد مقابل، انا ما باخدش حاجه ببلاش ابدا. وبيديله شويه عملات وبياخد بعضه وبيمشي. بيتفاجئ كينيتشي جدا لان شويه الفلفل اللي اشتراهم ب 900 ين باعهم ب 100,000 ين، وشكل حوار المتجر الالكتروني ده هيخليه اغنى تاجر في العالم الجديد. بيروح اخر اليوم على الفندق اللي في المدينه، وبتستقبله البنت اللي شغاله وبتقول له على كل العروض اللي عندهم. بيدفع كينيتشي الفلوس وبتقول له البنت اكتب اسمك هنا. بيفتكر كينيتشي انه ما بيعرفش يكتب بلغه البلد اللي هو فيها. بتقول له البنت ازاي عايز تبقى تاجر وانت ما بتعرفش الكتابه والحساب؟ بتختبره البنت وبتديله سؤال في الحساب، ولما بيجاوب بتتفاجئ جدا وبتساله عن اسمه عشان تكتبه هي، وبتقول له انا ازاليا. بيسالها كينيتشي لو ينفع تعلمه الكتابه باللغه بتاعتهم، وفي المقابل هيديها حلويات من بلد تانية. بتوافق ازاليا وبتجربها وبتعجبها جدا، وبتقول له انا عمري ما دقت حاجه زي دي في مملكه كادان، وكادان دي هي المملكه اللي هم عايشين فيها. بيقاطعها كينيتشي وبيقول لها مش هنبدا بقى ولا ايه؟ وفعلا بيقعدوا طول الليل سوا، وبيتعلم كينيتشي اللغه بسرعه جدا، وبتكون ازاليا مبهوره بيه وبتقول له شكلك هتبقى تاجر شاطر. بيطلع كينيتشي كان بيرسمها، وبتشوفها ازاليا وبتبقى هتموت من الفرحه، وبتقول له انا لازم اكافئك على كل ده. بيجي تاني يوم وبيروح كينيتشي النقابه عشان يسجل نفسه كتاجر، وفعلا بيعمل كده، وبتقول له باقي رسوم الانضمام. بيتصدم كينيتشي وبيقول لها هو ما عندكوش تقسيط هنا ولا ايه؟ بتقول له موجود طبعا، وبتدي له اداه التجار، وبتقول له دايما تكون مبينها وانت بتتاجر. بيفهم كينيتشي ليه فويو كان ماسكها في ايده لما شافوه اول مره، وبياخد بعضه وبيطلع على السوق عشان يشوف السلع واسعارها والمكان اللي هيقف فيه. بتنده عليه بنته وبتعرض عليه يشتري فاكهه. بيقول لها كينيتشي انا عمري ما شفتها قبل كده، وبيقرر فعلا يشتري. بيروح لازاليا وبتقول له ان اسمها رينكا وان طعمها لذيذ جدا. بتساله ازاليا هل عرف يسجل في النقابه ولا لا؟ بيوريها كينيتشي اداه التجار، وبتفرح ازاليا جدا. وبيطلع كينيتشي اوضته وبينام على نفسه من التعب. بيجي تاني يوم وبيكون بيصنع الكشك بتاعه اللي هيبيع منه في السوق. بتقول له ازاليا انت كمان بتفهم في النجاره، وبتكون معجبه جدا بقدراته، ولما بتشوف مشابك الغسيل بتتجنن على الاخر. وبيكون بالنسبه لعالمهم ان ده اختراع ما حصلش زيه. بيقرر كينيتشي انه يضيفها لقائمه السلع اللي يبيعها، وبيتحرك على السوق عشان يبتدي في التجاره. وبيلاقي مكان فاضي جنب ست كبيره، وفعلا بيحط الكشك بتاعه. وبتقول له الست انت معاك صندوق مخفي كمان؟ بيقول لها ايوه بس صغير حبتين. وبيعرض كينيتشي كل البضاعه اللي اشتراها، وبتتوهم التاجره اللي جنبه برضه بالمشابك، وبتقرر انها تشتري. ومع الوقت الزباين بتكتر، واكتر حاجه بتتباع هي مشابك الغسيل. بتقول له الست اللي جنبه ان مبيعاتها زادت جدا بسببه، وبتشكره على وجود الكشك بتاعه جنبها. بيجي لكينيتشي مشتري بس شكله من النبلاء ومعاه سيف، وتحسه كده محارب كمان. وبيقول له عايز اجرب السكينه، وفعلا كينيتشي بيخليه يجربها، وبتعجب الزبون جدا. وبيقول لكينيتشي انها غاليه بس ثمنها فيها بصراحه. وبيسال كينيتشي لو في سكينه حجمها اكبر شويه. بيفتح كينيتشي المتجر وبيجي له سيف مش سكينه
كمان بتخلي الراجل عينه تزغلل، وبيكون مش مصدق نفسه وبيسأل عن سعرها. بيقول له عملة ذهبية، وبيكون ده رقم عالي جدا. فجأة بيلاقي كينيتشي واحدة بتشتمه وبيقول لها انت قطة ولا انسانة. فجأة بيضربها حد من ظهرها وبيطلعوا وحوش وبيترعب كينيتشي. بتقول له الست اول مرة تشوف وحوش ولا ايه؟ بيقول لها مش موجودين دول في القرية اللي جيت منها. وفجأة بينط الوحش فوق الكشك وبياخد القماش وبيكون عايز يشتريه. بيقرر كينيتشي انه يبيعه لهم وبيعمل لهم خصم على الثلاثة ب8 بدل 9. وبيكونوا مش فاهمين حاجة، بس بيقول لهم الزبون بتاع السيف انه عامل معاكم الواجب، وبياخدوا حاجاتهم وبيمشوا. وبيكون الوحوش عندهم مشكلة في الحساب. بيروح للراجل بتاع السيف وبيقول له انا خلاص هشتريه، وشكل كينيتشي هيبقى فعلا اغنى تاجر في المدينة. بيروح للفندق وبيدفع حق اقامة 5 ايام كمان. بتنبهر ازاليا وبتقول له انت عملت ارباح بجد ولا ايه؟ بنشوف بعدها واحدة ماسكة مشبك ومش مصدقة ان اختراع زي ده رخيص كده، وبتكون الخادمة بتاعتها هي اللي اشترته. وبتقول لها الست احنا لازم نبيع الاختراع ده في شركتنا، وشكل حياة كينيتشي في العالم ده مش هتبقى سهلة خالص. بنروح للسوق تاني وبيكون كينيتشي بيحط البضاعة الجديدة وبيقول لنفسه هي مش الماظ بس المفروض تجذب انتباه الستات. بتعجب البياع اللي جنبه بحاجاته وبتسأله بتجيبها منين؟ بيقول لها ده سر المهنة يا حاجة. بتروح له خدامة القصر وبتقول له انها عايزة 100 مشبك. يتفاجئ كينيتشي جدا وبيقول لها المشبك سعره 4 عملات فضية، انت متأكدة ولا جاية تهزري؟ بتوري له البنت كيس الفلوس. بيفرح كينيتشي جدا وبيبدأ يجهزهم لها. بتعجب البنت بمنتجاته الجديدة بس ما بيكونش معاها فلوس. بيعرض عليها كينيتشي انه حافظ لها عليها لحد ما تاخدها. بتشكره البنت وبتاخد بعدها وبتمشي. بيجي اخر اليوم وبيروح الوحوش لكينيتشي وبيكون خايف منهم جدا. بتروح تشتمه البنت تاني وبتقول له ريحتك توابل زي ما توقعت. وفجأة بيطلبوا منه يبيع لهم توابل. بيعمل كينيتشي نفسه عبيط وبتلحقوا البياعة وبتقول لهم ما تعملوش مشاكل للراجل مع باكوبا. بينزلوا كلهم على الارض وبيقعدوا يتحايلوا عليه انه يبيع لهم التوابل. هي التوابل خطيرة للدرجة دي يا جدعان ولا ايه؟ بيدافعوا عنه الناس وبيقولوا للوحوش انتوا بتطلبوا منه المستحيل. بيقول لهم كينيتشي انه مش هيقدر يبيع لهم توابل، لكنه يقدر يعزمهم ياكلوا عنده اكل معمول بالتوابل. بيقول لهم على المكان اللي هياكلوا فيه وبيكونوا فرحانين جدا. بتنضم ليهم البياعة وبياخدوا كينيتشي وبيجروا بيه على هناك. يقف يطبخ لهم كينيتشي جنب النهر وبيكون الاكل مكلفه جامد حبتين. بتساعده البياعة وبتكون مبهورة بالخضار. الناس دي حالتهم صعبة على الاخر وبيكونوا بيطبخوا كلهم مع بعض وفرحانين جدا. بياكلوا الوحوش وبيكونوا مصدومين من حلاوة الاكل. وبتقول له الست ان المعالق الفضية دي بتاعت النبلاء. ايوه يا جدعان هي المعالق العادية بتاعتنا. وبيكون كينيتشي مستغرب منهم وبيقول لنفسه هي الناس دي اوفر كده ليه؟ وبيقدم لهم كينيتشي مشاريب كمان وبيقول لهم ما يقولوش لحد على اكلهم النهارده ده مهما كان مين. وبيكونوا الوحوش عمالين يشتموا في باكوبا وفرحانين على الاخر. بيسأل كينيتشي القطة على اسمها وبيكون اسمها ميالي. وبيعرفوا الباقيين على اسمهم وبيكونوا اسمائهم نياكيرو ونياميلو ونيانجي وحاجة اخر لخبطة يعني. وبينزلوا كلهم المية وبيكون اسعد يوم في حياتهم. وبيقرروا انهم يناموا جنب النهر. بيجي تاني يوم وبتسأله ازاليا كنت فين طول الليل؟ بيقول لها انا قضيت اليوم مع شوية وحوش بره المدينة وشكلها كده معجبة بيه وبتغير عليه من ميالي. بيروح للسوق وبنشوف اميرة القصر والخدامة بتاعتها رايحين لكينيتشي. واول ما بيشوفها كينيتشي بيقع في حبها من غير ما تتكلم. وبتكون جاية تشتري القلادة اللي قالت له عليها. تعجب الاميرة جدا وبتشوف بقية الحاجات وبتقول له انت متأكد انه مش الماظ؟ وبتكون معجبة جدا بشغله وبتقول له لو عندك حاجة تاني وريها لي. بيجيب لها كينيتشي حاجات زيادة وبتتصدم الاميرة وبتعرفه على نفسها. وبيكون اسمها بيريمولا وابوها صاحب شركة ماله التجارية. وبتطلب منه انه يروح معاها لشركة ابوها عشان يقابله. وبتقول له البياعة انهم تجار كبار في داليا وان ابوها راجل محبوب وكويس جدا. بيوافق كينيتشي يروح معاها وبيقول لها انه عمره ما ركب عربية زي دي في حياته. بتوري له الخدامة المشابك اللي صنعوها وبتقول له بيريمولا انهم خلوا حرفي يعملها لكنه ما عرفش يعمل الجزء المعدني. وبيوصلوا اخيرا للبيت وبيكون مصدوم كينشي من جمال البيت. وبتقول له بيريمولا انه صغير بالنسبة لبيوت النبلاء. بيقول كينيتشي لنفسه انتوا عالم طبقي ومعفن بصحيح. وبيقابلهم مالو ابو بيريمولا وبيشكر كينيتشي على زيارته ليهم. وبيوري له كينيتشي القلادات بتاعته وبيكون الراجل هيتجنن من اشكالهم. وبيسأل كينيتشي لو معاه صندوق اغراض. بيقول له كينيتشي بس صغير حبتين. يا جدع ده انت ناقص تاخد فيه الفندق اللي بتنام فيه. وبيكون الراجل كمان عنده صندوق اغراض. وبيقول لكينيتشي نخش في الموضوع انا عايزك تزود شركتنا بالبضاعة. وبيقول له كينيتشي انت عايز تاخد البضاعة للاغنياء وتبيعها بربح اكبر مش كده؟ وبيقول له كينيتشي طب ليه ما اشتريتش بضاعتي وبعتها انت بسعر اكبر؟ وقالوا ان كده المنافسين هيقدموا عرض احسن وان هيبقى حقه يشتغل معاهم وانه لو ضيع فرصة الشغل معاه هيحس بفشل كبير. وشكله كده معجب بكينيتشي وافكاره وبيعرض على كينيتشي 50% من الارباح. وبيكون خايف انه يرفض لكن بيوافق كينيتشي على طول وبيكون فرحان بالاتفاق جدا. وبتشتري منه بيريمولا قلادة ب10 عملات ذهبية يعني 2 مليون ين يا جدعان. والواد بقى مليونير خلاص وشكل حياته في العالم ده هتعوضه عن ملل عالمه القديم. بيقرر بعد ما اخد الفلوس انه يطلع بره المدينة ويبني بيته ويعيش الحياة الهادية اللي نفسه فيها. وبتكون ازاليا مستغربة منه وبتقول له ان الدنيا في الغابة خطيرة. وبيقول لها انه قريب من اسوار المدينة يعني هيكون في امان. وبيبدأ فعلا في تنفيذ خطته بس انه يشيل الشجر كانت اصعب حاجة بتواجهه. وكمان
وكمان كان لازم يقطعها عشان يعرف يخزنها، لان اي حاجه اطول من 10 متر ممنوع تتخزن. وبيكون اليوم بيخلص وبيقرر انه يكمل تاني يوم. بيجي تاني يوم وبيكون بيعمل نفس الحاجه. مره واحده بيرمي المجرفه بتاعته وبيتجنن وبيقعد يقول كلام غريب لحد ما بتنزل قدامه حفاره سعرها 1,200,000 ين. ولما بيشوفها بيتجنن اكتر وبيقعد يدور لها على بنزين وبيلاقي زيت معين وبيقرر يحوله لبنزين وبيلاقي اللتر ب 1800 ين. وبيقول هو كل حاجه غاليه ولا ايه، لكنه بيضطر يشتريه. وبيجي الليل وبيشغل اللمبه على المولد وبيقول دي اول لمبه تشتغل في العالم ده. وبتكون اهتمامات كينيتشي غريبه بصراحه. بينزل الميه عشان يستحمى والحشرات بتكون مبوظه له جسمه. بيفتكر ان ازاليا قالت له يشتري حجر طارد الحشرات السحري وبيكون مكانه متجر الادوات جنب السوق. بيروح كينيتشي وبيساله الراجل محتاج ايه وبيطلع ساحر. وبيقول لكينيتشي انا ما شفتكش هنا قبل كده. بيقول له انا لسه عامل كشك من فتره في السوق، احنا زمايل يعني يا عم الحاج. وبيسال كينيتشي انت محتاج ايه من هنا. وبيقول له انا عايز حجر طارد الحشرات السحري. وبيقول له الساحر موجود ب3 قطع فضيه. بيستغلى كينيتشي سعره وبيعرض عليه برتقان مقابل انه يخصم له جزء من المبلغ. بيخفض له السعر القطعتين فضيتين. وبيروح السوق وبتقول له البياعه ان الساحر ده عنده معرفه كبيره وان صداقته ليها تفيده جدا. وبيكون مركز على صوره المجرم اللي على الحيطه وبيكون اسمه شاجا وبيكون زعيم قطاع الطرق. وبتكون في عربيه فيها بنات كتير وبيجي شاجا وبيقطع طريقهم وبيبص للبنت بصه غريبه وشكل شاجا وراه حاجه كبيره. بنروح لكينيتشي وهو بيشيل الشجر بالحفاره وبيكون فرحان جدا انها سريعه ومش متعبه وانه اخيرا هيحقق امنيته ويعمل الكوخ اللي نفسه فيه ويعيش حياه هاديه اخيرا. لكن بعد الحفاره كل فلوسه بتبقى خلصت. فيا ترى هيعمل ايه عشان يعوض الفلوس اللي خسرها؟ بعدها بنشوف كينيتشي قاعد مع برمولا وابوها والمنتج الجديد اللي جابهوله بيكون السكر. بيقول له ماله ان السكر والملح منتجات قيمه جدا بس انا مش هقدر اشتريهم منك، وده لان الدوله ليها الحق في تجاره السكر والملح. بيكون كينيتشي مصدوم لانه كان متوقع انهم يعملوا عائد كبير ويعوضوا الفلوس اللي ضاعت. فجاه بيقول له الراجل بس الاحجار اللي جبتها عامله قلبان في سوق النبلاء. وبيبتدي يوريهم كينيتشي الاشكال الجديده وبرمولا وابوها بيكونوا هيتجننوا من اشكالهم. وبيعمل كينيتشي في المصلحه دي بتاع 3 مليون ين. بيرجع الغابه تاني وبيقول بالفلوس اللي انا كسبتها النهارده هقدر اشتري الكوخ. وبيقول لنفسه ان 1,700,000 ين سعر رخيص على كوخ رايق زي ده وبيشتريه. وفجاه بيلاقي السما بتمطر خشب يا اخواتي وما بيكونش خد باله ان من شروطه التجميع الذاتي. بيتصدم كينيتشي على الاخر وبيعرف الناصح الكوخ سعره رخيص ليه وبيقعد يفكر هيعمل ايه دلوقتي. بيفتح ارشادات التركيب وما بيكونش فاهم اي حاجه لكنه بيقول مفيش حل تاني وبيبدا فعلا يجمع الكوخ. وكل يوم بيعدي بيكون كينيتشي بين السوق والغابه ده حتى الوحوش ما سلموش منه وجابهم يساعدوه في تجميع الكوخ. بيردوا الجميل من الاخر يعني. وبيبدا الكوخ يظهر له ملامح شويه. وشهر عدى على كينيتشي وهو الصبح في السوق واخر النهار بيجمع في الكوخ. واخيرا خلص التجميع وكانوا كلهم فرحانين على الاخر وعمل لهم سهره شوي كمكافاه ليهم. ودخل كينيتشي الكوخ وكان ميت من التعب وكان بيفكر هيجيب كهرباء منين وانه عايز يدهن الارض والحيطان كمان. وقعد شهر كمان بيجهز الكوخ للحياه الدايمه. بس بصراحه روق على نفسه يا جدعان. ومش كده وبس لا ده كمان حقق حلمه انه يستحمى بميه سخنه وقاعد جوه البرميل زي الباشا. وبيكون حلمه اتحقق والحياه الهاديه اللي هو عايزها كمان. بيروح تاني يوم لازاليا وبيحكي لها عن اللي عمله وبتكون مستغربه انه هيعيش وسط الغابه وبيشكرها عن اقامتها ليه وبيمشي. وبتكون البنت واقعه في حبه على الاخر. بنروح لكينيتشي في الكوخ وبياخد العجله بتاعته وبيتحرك في الغابه وبيشتري كاميرا كمان وبيقعد يصور في الورد اللي موجود. لكن فجاه بيتهجم عليه وبيتقلب على وشه. بيتفادى كينيتشي الرماح وبيطلع اللي بيهاجموه ناس من عرق الوحوش. وبيكون كينيتشي هيموت من الرعب ومش عارف يعمل ايه لكنه بيستدعي النبله بتاعته وبيقول لهم طالما عايزين تتعاركوا يلا بينا. وفعلا بيسيب واحد لكنه بيتجنن على الاخر وبيستدعي الحفاره وبيهجم عليهم وبيترعب الوحوش وبيهربوا. بيسمع كينيتشي صوت غريب وبيلاقي حيوان غريب كده مصاب وبيقول ده نمر ولا قطه ولا حالته ايه. وبيكون عايز يساعده بس خايف وبيشتري وسائل حمايه ولا كانه بيدرب كلاب. وبيقدر فعلا يشير الرمح من جسمه وبيشتري مطهر وبيعالج الحيوان وبيديله مسكن الام كمان. كينيتشي عامل فيها دكتور فربنا يستر. وبيقول لنفسه ان ما ينفعش اسيبه هنا وبيحاول يخزنه بس بيكون ممنوع يخزن كائن حي. بس بيجيب عربيه نقل صغيره وبيجره معاه للكوخ. بيقعد كينيتشي يراقبه وبيقول انه ما يعرفش لو في طبيب بيطري ولا لا بس بيفتكر الساحر وبيقول ممكن يبقى في سحر علاجي. بيروح للساحر وبيقول له تعالج ايه يا هبل ده جلده سعره غالي ولو بعته هيجيب لك فلوس قد كده. وبيطلع من عرق ميالي وبتروح عشان تشوفه وبيكون فاق شويه الوحش اللي انقذوه. وبتقول له ميالي انت دكتور ولا ايه؟ بيقول لها لا بس بعرف اعمل اسعافات اوليه. بتروح ميالي تصطاد شويه طيور لكينيتشي وبيقعد هو يشويلها. واول ما بتدوق الاكل بتتجنن زي اول مره وبتقول له انا هنام عندك النهارده. بيقول لها بس انا عندي سرير واحد بس. بتقول له خلاص يبقى هنام جنبك. يعدي كام يوم وبيكون الوحش بيتعافى اكتر واكتر وبيبدا كينيتشي انه يزرع. لكن المشكله ان النهر بعيد عن الكوخ بتاعه وفكر انه يعمل بير يجيب منه الميه. بيجي تاني يوم وبيكون الوحش عايز يخرج وفعلا بيسمح له كينيتشي بالخروج. فهل
هيتجمعوا تاني ولا لا. وكمان بياخد كينيتشي اجازه من السوق عشان يحفر البير اللي هو عايزه، وبعد اسبوع فعلا بيكون عمل البير. وفجاه بتروح له برمولا وبتقول له اني لقيت الكوش بس لقيتك مش موجود فقلقت عليك. وميالي قالت لها على مكان الكوخ وشافت الحفاره وكانت خايفه من شكلها، وهو كمان اتوتر وقال لها ده خادم السحري. والبت اتجننت على الاخر وقالت له انت بتعرف تستخدم السحر كمان؟ قال لها اه بس ده سر ما بيننا. وبيقول لها مش بوابات المدينه اتقفلت، انت هتروحي ازاي؟ واتفقوا انها هتقيم عنده النهارده. يا بختك يا عم كينيتشي، مش راحم اي وحوش وبني ادمين. وبيجيب لها كمان هدوم للنوم وبتكون فرحانه على الاخر. بتقول له ما تجيب لنا منه ده نبيعه يا عم كينيتشي. وبيتفقوا انهم هيعملوا منه عدد محدود. وبيقعدها كينيتشي وبيرسمها وبتقول له بمنتجاتك دي تقدر تبقى اغنى واحد في مملكه كادان. لكنه بيقول لها انه مش عايز عشان ما يلفتش نظر النبلاء. بتقول له خلاص احنا شركه مالو هنتحمل المسؤوليه دي ونبيع منتجاتك على انها مستوردات اجنبيه. بيشكرها كينيتشي وبيكون فرحان وبيوريها كينيتشي الرسمه وبتكون فرحانه وبتقول له انها هتاخدها. بيجي اخر الليل وبنشوف مكان غريب وبيطلع مقر شاجا وعصابته كمان، وبنشوف البنات اللي بيخطفوها وبيكونوا زي العبيد عندهم. وبيروح له واحد وبيديله كيس مليان عملات وبيكون جايب له مهمه، فيا ترى مين اللي عليه الدور؟ وبيكون كينيتشي مرعوب ومش عارف هيقول ايه لمابو ابو برمولا انها باتت عنده طول الليل، لكن بيشكر ابوها على استضافته ليها. وبيقول كينيتشي لنفسه شكل الحاج مالو بيثق فيا. يوري له كينيتشي لبس النوم والاستحمام وبيعجب مالو جدا. وبتخش الخدامه عليهم وبتكون جابت لمالو كل سجلاته التجاريه. بيقولوا كينيتشي ان سجلات بالحجم ده معناها انك تاجر كبير. بيقول له مالو ان الامبراطوريه المجاوره اخترعوا نظام تسجيل جديد وبيكون نظام المحاسبه ثنائيه المدخلات. بيتخض كينيتشي وبيكون النظام ده من عالم كينيتشي، وان الامبراطوريه المجاوره دي اتوسعت بسبب اختراعات واحد مجهول هناك. وبتقول برمولا لابوها على مكان الاستحمام اللي عمله كينيتشي. وبيقول له كينيتشي انهم يطلعوا بره عشان يوروه له. وبيوري له مالو منتج شركتهم الجديد وبتطلع مضخه يدويه وبيكون الاختراع ده جاي برضه من الامبراطوريه اللي اتكلموا عليها. وبيقول كينيتشي ان دي اكيد مش صدفه، فتفتكر في حد زي كينيتشي موجود ولا ايه اللي بيحصل؟ وبتكون فرحانه برمولا بالمضخه وبيكون متضايق كينيتشي بس بيقرر يطلع لهم حاجه تجننهم على الاخر. وبيوريهم نموذج بدائي للعجله وبيسميها درايزن، لكن بيفتكروه بيهزر وبيقعدوا يضحكوا عليه. وبدات برمولا تقضي عنده ايام اكتر وقالت له انها هتروح بكره في رحله تجاريه لمده شهر، فجت عشان تقضي معاه اخر يوم قبل ما تمشي. وبتعترف له انها معجبه بيه وبيقول لها انه اكبر منها بكتير وان مالو اكيد هيمانع، لكن بتقول له انه مش ممانع لكنه بيخليها تاجل الموضوع لوقت تاني. بيجي تاني يوم وبتمشي برمولا وفجاه وهو في الكوخ يخش عليه واحد مدرع وبيطلع الفارس نورسبول اللي اشترى منه السيف. وبيكون جاي بيحقق لانه سمع ان في حد عايش في الغابه، لكنه بيطلع كينيتشي وبيساله عن لوح توليد الكهرباء وبيقول له انها ليها علاقه بالسحر. وشكله بيدبس نفسه على الاخر، لكنه بيجيب له معدن للسكاكين وبيقول انه دفع كتير بس اهي رشوه تخليه يقفل بقه، وفعلا بتجيب مفعول. وبيقول لكينيتشي في خبر سمعته كده هقول لك عليه، وان في ساحر جديد ظهر في الامبراطوريه وعمل تعويذه انتج بيها صلصه لونها ابيض وان طعمها رهيب وما بيكونش عارف يقول اسمها وبتطلع مايونيز يا اخواتي. وبيتعصب كينيتشي وبيقول هو الواد ده ناوي يبقى ملك الامبراطوريه ولا ايه؟ وبعد شهر بيكون كينيتشي مستني قافله مالو ترجع تاني، وفجاه بتيجي ناس في السوق وبتقول ان في شخص اتهجم عليه. وبتيجي البنت وبتستنجد بكينيتشي وبيكون رئيس شركه مالو عمال يعيط، وبنته بتكون اتخطفت من قطاع الطرق. وبيكونوا كلهم خايفين انهم يواجهوا شاجا، واللي ما يعرفش شاجا يبقى ما يعرفش معنى الخطر. شاجا زعيم قطاع الطرق وهو رئيس اكتر من 50 حرامي ومفيش بضاعه بتعدي من تحت ايده الا لو حط عينه عليها. فتفتكر لو كانت الحاجه اللي حاطط عينه عليها هي برمولا بنت رئيس اكبر شركه تجاريه في المدينه وكمان اجمل بنت في المدينه كلها، فهتكون مصيرها ايه؟ وبيكون مالو بيترجى كينيتشي انه ينقذ بنته برمولا وهيديله كل اللي هو عايزه، وفعلا بيوافق كينيتشي وبيقول له انه هيلاقي حل. وبيكون عقله وقلب كينيتشي بيتخانقوا بين ان ده تهور وانه بيضحي بنفسه انه يقف قدام شاجا، وبين انه يسيب اجمل بنت شافها في المدينه لقطاع الطرق دول، لكن قلبه بينتصر وبيقرر انه هينقذها. وبيطلب فلوس من مالو عشان يجهز نفسه للخطه. وبيكون كل اللي في دماغ كينيتشي انه يوصل للمدينه دي ويقرر انه يتميز فيها ويعمل تجاره كبيره بسبب المتجر الالكتروني، وهو متاكد انه كل ما زادت قوته زادت مسؤولياته. مقر شاجا موجود في جنوب داليا في اقدم قلعه في داليا وسط الجبال، وبيكون كينيتشي محتاج وسيله نقل وبيأمر كل الناس توسع عشان هيستدعي حاجه ضخمه، والناس بتكون فاكراه ساحر. وفجاه بيستدعي عربيه ضخمه جدا وبيقول لهم ان العربيه دي هيركب فيها كل واحد هيقرر انه يقاتل في صفه. وبيقول لهم ان في مكافاه كبيره على راس شاجا وان دي فرصتهم الوحيده عشان يبقوا اغنياء. وبتكون كل الناس مستقله بيه وانه لسه مبتدئ ومحدش راضي يسمع له كلمه، لكن بيجي الوحوش والبنت ميالي عشان يساندوا كينيتشي قدام شاجا. وبيكون كينيتشي مجهز ليهم اسلحه وبتعجبهم جدا. وبيجي فارس من المدينه وبيطلب منهم الانضمام معاه، وبيكون سيف الفارس اخيرا اكتمل وبيكون مصنوع من الفولاذ اللي اداهوله كينيتشي. وحتى العجوز صاحب متجر الادوات جه واثبت قوته وطلب ينضم ليهم، وبيكون ساحر وكان مغامر زمان. وحتى انامه العجوزه طلبت تشارك وقالت
وقالت لهم على الاقل هعمل لكم الاكل. وشكل كينيتشي طالع رحله مش حرب ضد اخطر زعيم قطاع طرق في المدينه، وبيكون بقيه اهل المدينه رافضين ينضموا ليه، وبيرفض كينيتشي ان ماله يشارك معاهم، وقال له مهمتك الوحيده انك تستنى بنتك ترجع ليك بالسلامه. وفعلا كينيتشي قدم طلب بالقضاء على شاجا في نقابه المغامرين وخد موافقه، وفعلا بدات رحلته للانتقام من شاجا. وكان كل اهل المدينه متفاجئين انه هيعملوا كده لوحدهم، وبيكونوا مش مصدقين اللي بيشوفوه، وبيكون كينيتشي مش واثق تماما انهم هيرجعوا، لكن كان متاكد انهم هيعملوا كل اللي عليهم. وبتدخل بنت على برمولا وبتقدم ليها الاكل، لكن بتحس ان البنت صغيره وجعانه، وبتقول لها انها تاكل الاكل ده. وبتكون البنت الصغيره مخطوفه هي كمان، وبتقول لها برمولا ما تخافيش هنهرب سوا. وبيقف كينيتشي واللي معاه في الطريق عشان يحضروا اكل ليهم، وبيكون الاكل عاجبهم جدا، خاصه يعني الوحوش المفجوعه. وبيكونوا الوحوش عينيهم حتى على اكل القطه اللي معاهم، حتى الراجل العجوز، وكانهم ما شافوش اكل في حياتهم قبل كده. وبتقول لهم الست الكبيره انها هتستناهم هنا وانها مش هتبقى مفيده هناك. والبنت القطه لما يكلمها كينيتشي في اللاسلكي بتتفزع، وبتكون مهمتها تروح تستكشف المكان وتراقبه. وبيكون مهمه انامه انها لو اتاخروا تبلغ نقابه المغامرين. وبتكون ميالي لسه بتراقبهم، وبتقول لهم ان في حراس وابراج حراسه لكنهم بيشربوا خمره وخربانين على الاخر، وبيكون ده وقتهم الانسب للهجوم. وبيديله واحد من الوحوش حاجه ياكلها، لكن تقلب مع كينيتشي بمخدر تقريبا، وبيتهبل على الاخر. وبيكون كينيتشي واخد حبوب الشجاعه وداخل بصدره ومش همه اي حاجه. وبيكونوا الحراس قاعدين وسكرانين طينه ومتدهولين على الاخر، وبيبقى في رهاين كتير قوي جوه. وبيكون كينيتشي مجهز ليهم خطه، وبتكون ميالي دورها انها تخلص على الحراس واحد ورا التاني. وبيكون الراجل العجوز دوره فتح البوابه، وكل ده بفضل قوته السحريه واللي كانت قويه جدا بالنسبه لسنه، وقدروا انه يفجرها. وبيقوم بدوره على اكمل وجه. وفعلا فرقتنا بتدخل بكل شجاعه المقر بتاع العصابه، وبيجي دور الوحوش اللي هتهجم على الحراس، وبيقطعوا فيهم واحد ورا التاني. وحتى القطه كانت اللي بتمسكه ما بترحمش امه، وبيهجم عليهم عدد كبير من الحراس وبيحاصروهم من كل مكان. وكينيتشي بيخرج عن صمته وبيستدعي الحفار الضخم بتاعه، وبيبتدي يهجم عليهم بيه. والوحوش والفارس بيقتلوا فيهم بلا رحمه، والقفا اللي ما بيطرقعش ما بيتحسبش. وبيكونوا الحراس مش قادرين انهم يوقفوا كينيتشي وفرقته، ولما بيحاولوا الحراس يهربوا كينيتشي بيجري وراهم. لكن المفاجاه اللي محدش يتوقعها بيكون شاجا ماسك برمولا وبيهدد بيها كينيتشي وفرقته، وبيتعصب كينيتشي جدا. لكن شاجا بيقول لهم اللي هيقرب مني هقتل برمولا. وبيكون مع كينيتشي ليزر، وبيقول لميالي انه هيعمي رؤيته بالليزر، وفعلا بتقدر تسيبه ميالي وبتهرب منه برمولا. وفعلا بتقدر ميالي تخلص عليه تماما، وبكده يكون قدر كينيتشي انه ينقذ برمولا وكل الرهاين اللي موجوده. وبعت نيانجي لاناما يطمنها، وبدا انه يجهز لبس لكل الرهاين. ولما بتشوف برمولا المقص بتنبهر بيه، وبتقول له عايزين نبيعه في شركتنا. البنت دي مجنونه يا جدعان، انت في ايه ولا في ايه الله يخرب بيتك. وبيسال البنت الصغيره عن اسمها، وبتقول له اسمي نيمو. وبيكتشفوا ان خطف برمولا كان تخطيط واحد من النبلاء، وبتكون اناما فرحانه انهم رجعوا عايشين. وفعلا كينيتشي طلع قد المسؤوليه وقدر ينقذ برمولا زي ما وعد ماله، وخالف كل توقعات اهل المدينه، واثبت لهم انه مش مبتدئ وفاشل زي ما كانوا فاكرين. وبيكون كينيتشي راجع سالم غانم ومحمل الرجاله، واهل القريه كلهم مستنيينه. والحاج ماله طار من الفرحه لما شاف برمولا، وبيقول لها الحلاوه دي كلها وانت مخطوفه. وبيروح يشكر كينيتشي، وبيقول له كينيتشي ان الغنائم كلها في صندوق اغراضي، وبيفتكر كل اللي حصل. وبيقول اتمنى تكون اخر مره، واني راجل اربعيني نفسه في حياه هاديه. وبيكون حاطط رؤوس اللي اتهزموا في الصندوق، ولان ده في داليا دليل على الانتصار. واما كميه الدروع والاسلحه ملهاش حصر، وشويه عملات ذهبيه على خفيف كده. وفضل ياخد اي حاجه قدامه ولا كانه عفش عروسه. وان البنات اللي كانت مخطوفه منهم اللي هيروح قريته ومنهم اللي هيروح على داليا، حتى نيمو هترجع معاهم على داليا. وفضلوا ينزلوا واحده ورا التانيه في طريقهم ويقضوا وقت جميل وهادي مع بعض لحد ما رجعوا وبيروحوا نقابه المغامرين. وبتكون البنت مفزوعه من الراس اللي ماسكها، وبيسالوا العامل انت معاك كام راس، وبيكون معاه 52 راس. وبيجي الحاج صاحب محل الاغراض السحريه لكينيتشي، وبيقول له ان سحرك مميز وحجم صندوق اغراضك كبير جدا، وان لو النبلاء عرفوا هينفخوه. بيقول له يا عم الحاج لو الدنيا باظت ههرب. وبيجي له الحارس وبيقول له انه رايح يبلغ عن النبلاء اللي متورطه، واخر اليوم بيكون اتقيم عدد مكافئتهم. ولكن اناما بتقول له انها مش عايزه فلوس، وكل اللي هي عايزاه انها تعتني بنيمو. وبتكون المدينه كلها بتحتفل. عصر الخوف من شاجا انتهى خلاص، والمكافاه اتقسمت بين كل اللي شارك، وابواب المدينه اتقفلت. والحل ان كينيتشي يبات في المدينه. ولما بيروح الفندق اللي فيه ازاليا بتتفاجئ لما تشوفه، وبتقول له ده انا سمعت انك عملت الصح مع قطاع الطرق. وكل الناس متفاجئه من اللي بتسمعه. قال لها استحاله اكون انا. وبيكون خايف انها تعرف وتاخد منه المكافاه. وبتقول له انت وعدتني انك هتتجوزني لما يبقى معاك فلوس. بيقول لها انا يا بنتي. وبتقول له ده انت زباله بصحيح وطلعت بتتسلى بيا. بيقول لها انا زباله الزباله كمان، وسابها وطلع. لكن بتكون نيمو لازقاله وراحت نامت جنبه. وتاني يوم راح يوديها لناما، لكنها ما كانتش في السوق، وخدها وراح عشان يبيع
الاسلحه وتمنها كان 32 قطعه ذهبيه. اما الحاجات الغاليه خدتها شركه مالو وكان تمنها 35 قطعه ذهبيه. اما شويه العفش عملوا 22 قطعه وجمعهم كلهم وعملوا شويه فلوس حلوين، وقرر انه يقسمهم على كل اللي كانوا معاه. وبياخد نيمو وبيوصلها لناما وبتكون مش فاهمه هو ليه موديها تقعد مع الست دي، وبيقول لها اني هعلمك تدير التجاره، لكن هي رافضه وعايزه تعيش مع كينيتشي. وبيكونوا في الطريق وبيسالها اشمعنى انا مش هي. بتقول له مش عشان سواد عيونك يعني، انت بس اكلك حلو وبحبه. وبيروح يعمل لها اكل وبتكون مبسوطه على الاخر، حتى الحمى والنوم لازقاله ومش بتسيبه، لكن شكل الدنيا مش هتعدي. وبعد نص شهر بيكون الفارس اترقى بسبب هزيمته لشاجا، وان النبيل اللي حرض على الخطف اتجرد من شرطه، وحتى مخطط العجله اللي عمله انتشر ونجح. وماله وبنته تاسفوا له انهم ضحكوا عليه وادوا له 5 قطع ذهبيه مقابل الفكره، وكل الفلوس اللي كسبها من كل اللي عمله ده قسمها على اللي شاركوا معاه تاني، وحتى البنات اللي انقذها ادالهم كل الفلوس الباقيه. وبيلاحظ كينيتشي فجاه ان حد بيراقبه، ولما بياخد نيمو وبيبدا يتحرك بيلاقيهم بداوا يحاصروه، لكن قدروا انه يفلت منهم في الازقه وفضل يجري منهم ويقطع لهم الطريق لحد ما في الاخر ما بقاش ليه مهرب. وقالوا له ان رئيسنا عايز يتكلم معاك وطلب مننا نجيبك حي. وقبل ما يركب معاهم استدعى قنابل تمويه وفلت منهم وخرج الرمح عشان يهددهم، ولما شافوا الرمح جريوا كلهم وسابوه. وبيجي له مالو وبياخدهم وبينقلهم من المكان اللي كانوا فيه، وبيكونوا مالو وبرمولا شغالين وبتساله عن كينيتشي وبتقول له انهم لازم يشكروه لانه سبب في ازدهار شركتنا، وان بسبب مشروعنا الجديد بقى لعيلتنا اسمه تجاري كبير. وبيقول لها ان احنا مديونين ليه واننا لازم نرد له الدين ده. برمولا حاسه انه مميز جدا، وبرغم انه كبير لكن مطلع جدا انه مميز في التجاره، وانها حاولت تبين اعجابها ليه كذا مره لكنه ما بيحسش، لكن ادام هو انقذها فاكيد هي مهمه عنده. وقررت انها تحاول معاه تاني وبتكون فرحانه ومتاكده انه هيوافق عليها. واول ما بتوصل بتتصدم من اللي شافته، كوخ كينيتشي ما بقاش موجود وساب المدينه ومشي. وبنرجع كام ساعه بالزمن وبيكون كينيتشي خزن البيت وكل حاجه كان مستدعيها، وقرر انه ياخد نيمو ويهرب. واستدعى دراجه ناريه وبدا يتحرك، لكن جات القطه وقررت انها تروح معاه وما تسيبوش. وبيقابل حد كان يعرفه وبيقول له ان دول عيلتي واننا رايحين رحله من غير هدف، وكان الهدف الحقيقي هو البحث عن حياه هاديه. وبتكون رحلتهم فعلا بتحقق له ده، وبيصطاد وبيطبخ الاكل اللي نيمو بتحبه، وكل اللي عايزه ان الحياه تفضل كده، واهم حاجه انه يلاقي مكان مناسب يبني البيت فيه ويفضل يتحرك بيهم. وبتكون نيمو في اسعد وقت في حياتها، وانها شافت اوقات صعبه كتير في حياتها، وكينيتشي هو اللي قادر يعوضها عن كل ده. وفعلا بيقرروا انهم يبنوا البيت على البحيره، وفكروا في اسم للقطه وسموها فيل. وبيكون بيحاول انه يعلم نيمو الكتابه والقرايه، لكن البنت بتكره الرياضه، وبصراحه انا كمان بكرهها يا نيمو. اما كينيتشي بيحاول يلاقي بديل للبنزين وبيقرا عشان يعرف يحل المشكله دي لانه غلي جدا. وبتجيله نيمو وبتقول له علمني لغه بلادك، وبيكون قاعد شغال مع نفسه كالعاده، وفجاه بيحس ان في وحش وبيحاول انه يلحق نفسه، لكنه بيتفاجئ من اللي شافه. ميالي عرفت توصل له وبتقول له انت زباله ورمتني وراك، لكن قدرت ان اتبع ريحتك واجيلك بنفسي. وتدخل وتسلم على نيمو وفيل وبتقول لهم اني خلاص نويت اعيش معاكم. ولما بيسالها كينيتشي عن احوال داليا بتقول له ان الفارس اتقدم لبرمولا وخلاص هيتجوزوا، وبيكون فرحان جدا وبيكون عايز يحضر الفرح. وبيلاحظ حب نيمو وميالي للكتب المصوره، وبيقرر انه يعرف كل قصص البلد بتاعتهم عشان يبيعها. وفعلا فضلوا يحكوا له كل القصص اللي يعرفوها. وتاني يوم قرر انه يبدا يجهز الكتب دي، وفعلا بيعمل لكل واحده فيهم كتاب، وبيكونوا مبهورين جدا من الكتب اللي عملها والصور بتبقى عجباهم جدا. لكن فجاه بيشوفوا حد جاي من البحيره وبيقول لهم يدخلوا جوه، وبيخرج الرمح بتاعه، لكن الراجل بيقول له اننا من سكان سانتاكا. وبيكونوا فاكرين كينيتشي من قطاع الطرق، لكن بيقول لهم اني تاجر والسلاح ده للحمايه مش اكتر. وبيحسوا انه فعلا شخص كويس وبيعرفوه على نفسهم، وبيقول لهم ان انا كينيتشي. وفعلا بيتفقدوا المكان وبيتاكدوا من كلامه، وبيشوف الكتاب اللي عامله كينيتشي وبيعجبه وبيشتري واحد منهم. وبيكون كينيتشي بيجمع الاعشاب من الغابه، وبتجيله ميالي وبتبدا تساعده، وبيبدا انه يجرب صنع الوقود بالطريقه اللي اتعلمها، لان التجربه دي لو نجحت هيبقى مشروع العمر ليه. وفعلا بيكون نجح في انه يصنعه، لكن بسبب انشغاله في صنعه اهمل نيمو. ولما بيروح عشان يصالحها بتكون زعلانه منه، ولكن على مين؟ كينيتشي قال لها انه رايح استرانتيا، وهي ما صدقت وفرحت على الاخر. اما ميالي فكانت عارفه الطريق ووصلتهم، وكان اول مكان المفروض يروحوا هو نقابه مغامرين المدينه دي. ولما بيدخل بترحب بيه البنت وبيقول لها انهم عايزين يسجلوا في النقابه. ولما بتاخد الهويه بتاعته بترجع له مفزوعه وبتقول له هو انت اللي هزمت شاجا؟ ولكن بيكون خايف حد يسمعه وبيديها ثمن التسجيل. وبيخرجوا من النقابه وبتكون نيمو جعانه جدا وبياخدهم عشان يروحوا ياكلوا، لكن الاكل في المدينه دي ما فيهوش اي بهارات والعيال كانت مقروفه جدا، لكن بيلحقهم بتوابل وبيجي لهم الاكل. وبيكونوا قاعدين وبيلاحظوا حاجه غريبه، وشكل المدينه دي كمان مش هتبقى الحياه الهاديه اللي بيدور عليها. وبيلاقوا متجر ادوات سحريه في الطريق، وبيقرر
انه يدخل يتفرج، لكن بيلفت انتباهه اداة غريبة، ولما بيجربوها بيعرف انها بتفصل مواد معينة عن بعض وبتكون هتساعده جدا في انتاج البنزين، وبيقرر انه يشتريها. بتفرح الست وبتقول له انها ب5 عملات ذهبية، وفعلا بيوافق بدون تردد. وكمان نيمو بتلاقي كتاب تعويذات، وكينيتشي ما صدق لقاه، وبيكون فاكر انه كده هيبقى قادر يبقى ساحر، وبيقرر انه يجيبه. وبتقول له الست ان سعره 10 عملات وانه لازم ياخده بعد اسبوع لانه بيتسجل. ولما بيخرجوا بيقابلهم مساعد الراجل اللي جالهم الجزيرة، وبيكون شكله عامل عملة، لكن لما بيجوا مروحين بيسمعوا صوت حد بيصرخ، وبتكون العيال الغريبة دي مثبتة كروتون، والمتاعب بتجري ورا كينيتشي ومفيش حل قدامه غير انه يروح ينقذها. وقبل ما يخلصوا على الراجل بيدخل عليهم كينيتشي وبيكون متنكر، وبيخرج لهم صواريخ رمضان اللي فرحان بيها دي، والعيال بيخافوا منها وبيطلعوا يجروا. وبعد ما كل حاجة بتخلص بيسألهم كينيتشي مين العيال دي، وبيكونوا عيال تابعين لنقابة التوابل. وبتكون بنت كروتون فرحانة جدا انهم انقذوهم، وبتفرح اكتر لما بتعرف انهم صنعوا الكتاب، وبتطلب منهم تساعدهم في صنعه. وبتكون البنت اسمها ماري، وبتكون اول صديقة لنيمو من سنها. وتاني يوم بتيجي ماري واهلها كلهم بيت كينيتشي، وبيقضوا اليوم مع بعض، وبيدوقهم اكله وبيعجبهم جدا، وبيكونوا كلهم مبسوطين. وبتكون خلاص نيمو لقت حد من سنها، وبيفضلوا يقضوا مع بعض ايام كتير، وحتى صنع الكتب كانوا بيعملوه مع بعض. لكن في يوم كورتون بيجي وبيكون مرعوب، وبيكون معاه عملات كتير جدا، وبيطلب من كينيتشي انه يبيع له دواء عشان ماري تعبانه جدا. وبيكون اللي بيجيله سخونيه في البلد دي مش بيعرفوا يعالجوه، فبيديله كينيتشي خافض حراره، وبيقول له روح الحقها وانا جاي لك. وبيروحوا وبيستدعوا الساحره، لكن المرض ده السحر الشفائي مش بيقدر عليه، والحل الوحيد في زهره معينه في الغابه. وبيكون كينيتشي وكورتون والمساعد بتاعه رايحين يجيبوها، لكن شكل المصايب مش هتخلص، وعرفوا مكان بيته وشكلها هتبقى مطحنه. بنروح للغابه مع كينيتشي، ورحلتهم في البحث عن الزهره بدات، وبيوصلوا عند البركه اللي عند الزهره، لكن بيسمعوا صوت غريب، وبيكونوا فاكرين حد بيهجم عليهم، لكنه بيطلع فل في الاخر. وبيستدعي كينيتشي عوامه كبيره، وبينزل بيها البحيره عشان يدور على الزهره، وفعلا بيلاقيها. وبيكون كورتون فرحان وبيشكره، ولكن الحلو ما بيكملش يا حبيبي. وبيقول لهم المساعد في خطر بيقرب وعددهم مش قليل تماما. عم كينيتشي النينجا قال لهم امشوا انتوا وسيبوهم لي لوحدي، وهوب اداهم بصواريخ رمضان ووسع مكان عشان يهربوا منه، لكن مفيش فايده. الوحوش بتروح وبتحاصر كورتون والمساعد بتاعه، وبيهجموا عليهم لكن بالسيوف وفي دماغ ابوهم. ولما فيل بيشوف العيال اللي ثبتوا كورتون بيجيب ابوهم على الارض، وواحد من العيال دي بيقوم وبيقول للذئاب تهجم عليهم، ولكن كلهم ثابتين وما بيتحركوش. وبيكون في وحش ضخم جاي وهيكسر وشوشهم، وبيدخل عليهم دب متوحش قد الحيطه وما بيخليش حته فيهم سليمه. وبيكون اللي باقيله فيل وكينيتشي، وبيجري عليهم بكل قوته، ولكن كينيتشي بيديله رمح في دماغه، وبيطلع عليه فيل وبيمسك فيه. ولكن بقول لكم حيطه يا جدعان، بلمسه واحده بيجيب فيل على الارض، وكالعاده بصواريخ رمضان وفي بقه امه، وبتفضل تفرقع وتطير له صف اسنانه. وكينيتشي استدعى حفاره ونزل بيها على دماغ الوحش وجاب اجله. ولما بيرجع بيطمن على ماري، وبتكون بقت احسن بكتير، وبيشكروه اهلها. وبيقول لكورتون ان هو عايزه، وبيحكي له اللي حصل في الغابه، وانه خد عهد من واحد منهم انه ما يتعرضش ليه، لكن الباقيين كانوا هربوا، والاحسن انه ياخد عيلته ويهرب من هنا. فيقول له يا عم انا ما عنديش مكان تاني اروحه. بيقول له يا عم انا هوديك داليا، واني هخلي فارس المدينه يعينك هناك، وهوصي عليك وهخليه يروق عليك كمان. قال له طب خليني الاول اسال عيلتي وارد عليك. ولما ميالي بتعرف اللي حصل بتقول له انت ما خدتنيش معاك ليه ياض؟ بيقول لها يا ستي امال مين اللي يقعد مع المسخوطه دي؟ وبتكون نيمو فرحانه انه انقذ ماري. وبعد كام يوم كان كورتون والمساعد بتاعه رايحين للحارس، ولكن ماري كانت لسه تعبانه، وكان الحل انهم يروحوا يجهزوا كل حاجه بعد كده ياخدوا عائلاتهم. وبيكون واحد من العيال واقف مستخبي هناك، وفعلا اوفى بعهده لكينيتشي وما عملش الكورتون اي حاجه. اما ميالي كالعاده بتتعصب عليه، وبتقول له يا عم دي ما بقتش عيشه، انا هسيب المدينه دي وامشي. وبيروح كينيتشي عشان يبيع غنائم الدب، وبيكون الراجل متفاجئ ازاي قدر يهزم الدب ده، وقال له انه تخريج اللمح والاحجار هياخد لحد بالليل. وبيرجع البيت على ما الراجل يخلص، وفعلا بيبدا انه يستخدم العنصر السحري اللي جابه من الساحره، وفعلا بيقدر انه يفصل بيه البنزين. ولما جربه كانت تجربه ناجحه بشكل كبير، وهتوفر فلوس كتير ومشروع تجاري ضخم. وبعدها بيحضر لهم كل حاجه، وبيقول لهم انه راجع المدينه، واول مكان بيروح له هو الساحره. وبتكون خلصت تسجيل كتاب التعويذات بتاعه، ولما بيفتحه بيكون مبهور جدا، وبيتمنى انه يكون مفيد في الاخر زي العنصر التاني. ولما بيخلص بيروح للراجل اللي ساب عنده الدب، وبياخد مكافأة من نقابة المغامرين، وبيكون بيدور على اللي ناقصه في المدينة. لكن فجأة بيحس احساس غريب في جسمه، وبيكون حاسس ان في حاجة هتحصل، وبيقعد يفكر، لكن فجأة حد بيمسكه من ايده، وبيكون مفزوع ومش عارف مين اللي ماسكه، لحد ما وشها بيبان وبتطلع برمولا، وبيقول لها يخرب بيت امك بتعملي ايه هنا؟ بتقول له انت يا زبالة سبتني ومشيت فجأة. بيقول لها استنى افهمك، انا كنت خايف شركة ماله تتضرر بسببي. بتقول له يا عم انت مالك، هو كان في حد اشتكى لك؟ وبيكون كل الناس بتتفرج عليهم، فبتاخده وبيروحوا يقعدوا في الفندق اللي
وهي قاعده فيه، وبتقعد تفكره بكل حاجه اشتغلوا فيها وانه السبب في ازدهار اعمال الشركه، ومش كده وبس، وبتقول له انك كمان انقذت حياتي، وبيحاول انه يهرب بالكلام، وبيقول لها ده انا سمعت انك هتتجوزي الفارس. بتقول له يا عم انا اكيد رفضته، فبيستغرب انها رفضت واحد عنده نفوذ وقوي جدا زي ده، وبتقول له ان انما والراجل بتاع متجر السحر متضايقين منك، وبتفضل تهزق فيه وبتكون مش طايقاه، وبتقول له اني مش هتحرك من هنا ولا هرجع داليا غير لما تيجي معايا، وهو مش عارف يعمل لها ايه او يسكتها ازاي، وبتقول له انه لازم يقضي طول اليوم معاها، ولما ياخدها معاه وبيرجع البيت عنده بتكون نيمو مش طايقه امه. حتى برمولا بتقول له تصدق انك زباله، انك اخدت ميالي والمسخوطه دي معاك وسبتني انا، وفضل يبرر لها موقفه لحد ما سامحته، لكن شكل نيمو ناويه تديله على دماغه، وهي وبرمولا مش طايقين بعض تماما، وبتقول له ده انت حتى الحيوان ده خدته وانا لا، بيقول لها يا ستي هو اللي جه لوحده انا مالي، وبيفضل يضيف حاجات للبيت عشان يكفيهم، وحتى في النوم بيتخانقوا مين هينام جنبه، ده كمان الاستحمام مش عارف يهرب منهم فيه، وبيكونوا الثلاثه دول لازقين فيه، وحاله يصعب على الكافر، وبيكون قاعد بيحاول انه يستخدم كتاب السحر لكن فشل ذريع، وبيكون قرر انه يبيعه لحد تاني يستخدمه، لحد اما نيمو تقدر انها تفعل التعويذه، وقبل ما يلحقها بتكون مولعه في البيت، فبيستدعى طفايات حريق بسرعه، وبيحاولوا انهم يطفوها، وبتكون نيمو خايفه جدا لكنه بيكون فرحان انها قدرت تستخدم السحر، وفجاه بيغمى عليها وبتقع، وتاني يوم بتكون حرارتها قلت، وبيكون جايب لها خوخ ومروق عليها، وكلهم قاعدين بياكلوا مزاجهم عال العال، اما برمولا قاعده وعلى اخرها، وكل اللي في دماغها ميالي ونيمو اللي طلعوا لها في البخت دول، لكن هي مصممه تفضل مع كينيتشي. وبعد فتره كانت ماري بقت زي الفل وخفت، وقرر انه يعزمهم كلهم، وعمل وليمه كبيره من لحم الدب، ولما جم يجربوها كانت قاسيه جدا وريحتها غريبه، فقرر انه يعمل عليها تعديل وخلاهم كلهم موهومين بيها، وبيكونوا مبسوطين وبيقضوا اليوم. ولما برمولا بتشوف الكتب المصوره بتكون متفاجئه جدا من المنتج ده، وبتفضل الفكره تكبر جوه دماغها لحد ما بتقول له اني قررت اتاجر في استرانتيا، وبيكون مش عارف هي ناويه تبيع ايه، وبيكونوا هيعملوا مطعم وجبات سريعه، وكل اللي كانوا قاعدين عايزين يشاركوا باي شكل. ومن تاني يوم على طول بيبداوا انهم يشتغلوا، وبيوصلوا المدينه وبيجهزوا كل حاجه، وبيكون المطعم بتاعهم زحمه بشكل مرعب، والناس كلها مبسوطه، لكن الفرحه ما بتكملش، وجالهم واحد من الزباين بشكوى وبيقول لهم ان الاكل بتاعي فيه حشره، وبيكون كينيتشي بيدور على موارد يستخدمها، وبيكون عمال يبحث لحد ما بيلاقي احجار غريبه وبيكون تمنها غالي، لكن بيلاحظ انه اتاخر عليهم وبيروح لهم بسرعه، ولما بيروح بيكونوا ولاد اللعيبه باعوا كل حاجه، وبيكون معاهم واحده غريبه، وبنرجع بالزمن وقت المشكله اللي حصلت ليهم، والبنت دي بيبقى اسمها نيامينا، وشافت العيال دول وهم بيحطوا الحشره في الاكل، وبتروح تساعد برمولا وبتحميها منهم، وده خلى برمولا تعينها حارسه ليها، فبيشكرها كينيتشي، لكن بتقول له انا اللي شكرا يا عم، انا باخد فلوس كتير على الشغل السهل ده. ولما بيرجعوا بنيامينا بيكونوا محدش طايقه في البيت، وانه كل شويه يجيب لهم واحده، وبيقول لهم انها جايه تتعشى معانا بس، والبنت بتكون كانها اول مره تشوف اكل، والاكل والشرب عاجبها بشكل مش طبيعي، وحاسه انها عايشه حياه الملوك. ده حتى نيمو بسحرها بتسخن ميه الاستحمام، وبتكون نيامينا مش مصدقه اللي بتشوفه، وبتقول له دي ولا حياه النبلاء يا عم. ولما بتشوف السرير فبتكون خلاص اكتشفت انها لقت مكانها المناسب، وبيجي وقت التعلم بتاعهم، وبيعرض عليها كينيتشي تتعلم معاهم، لكن نيمو خلاص لقت اللي عايزاه، وبتقول له ان عايزه اتعلم اكتر عن السحر واكمل معاك المغامرات ونقتل التنانين، فبيقول لها تنانين ايه بس، انا عايز اعيش حياه هاديه. بيفضل مشروع برمولا يكبر كل يوم عن اللي قبله. اما كورتون فبيبعت رسائل لعيلته، وكينيتشي خلاهم يساعدوه عشان يبني سقاله ويوصل بيها للحجاره، وبرمولا القماصه دي كل شويه تزعل منه، والمره دي عشان مش عايز يوريها صندوق الاغراض بتاعه، فبيقول لها انه ده سر وما يقدرش يعمل كده، فبيحاول انه يصالحها. وتاني يوم بدأوا كلهم يطلعوا على السقاله، وكل واحد فيهم طلع يستكشف المكان بطريقته. اما كينيتشي فكان كل همه الاحجار، وكان هيطير من الفرحه لما اكتشف انها غاليه جدا. وبيكون وقت الغدا جه، وراحوا البيت عشان ياكلوا كلهم، والمعلم كينيتشي مش راحم وشكله بيعمل لهم قطايف، وكان مبهر جدا ليهم، ولما دقوها عجبتهم جدا. اما المايونيز كان اختراع فشيخ بالنسبه لهم، لكن كان في حد سبقوا فيه، وهو الواد اللي في الامبراطوريه التانيه اللي بيقولوا عليه ساحر. اما برمولا فالتجاره لحست دماغها، وكل ما تشوف حاجه بتبقى عايزه تبيعها، وقررت انها تعين مجموعه عمال وتبيع المنتج ده. ووقت العشاء بيعمل لهم قطع لحمه من لحم الدب، وبيكون لذيذ لدرجه خلت نانيما تتجنن، وطلبت منه انها تشرب المشروب اللي استخدمه في المطبخ، وكانت مبسوطه جدا وحضنته، لكن كالعاده الباقي ما سكتوش، وقامت ميالي وجابتها من شعرها، لكن برمولا بتكون عايزاها في الشغل معاها لحسن حظها، ولولا كده كانوا خلصوا عليها شويه المجانين دول. ومع الوقت بيكون مشروع برمولا بيكبر اكتر، والعمال بتزيد والزباين بتزيد، وكل ده بسبب برمولا وذكائها. اما كينيتشي ففضل يجمع في الاحجار، ووصلت قيمتها ل 15 مليون ين. وميالي ونامينا كل يوم بيصطادوا بس، اما برمولا فشغلها بيزيد وبتتوسع فيه اكتر، وبيزيد عمال، والمديرين والفروع بتزيد معاهم، لحد ما بيوصل دخل المشروع السنوي ل 200 مليون
مليون ين. برمولا بنت القرود دي مش سهلة وشاطرة في التجارة بشكل مرعب، وبيكونوا متجمعين كلهم وبيحتفلوا بالنجاحات دي، وبتقول له برمولا انك السبب في وصولي لكل ده كالعادة، ولكن كل اللي نفسه فيه كينيتشي هو الحياة الهادية، الحياة اللي لف بلاد عشان يوصل لها لكن شكله عمره ما هيوصل لها في العالم ده. وبتكون واحدة من النبلاء بدأت هي كمان تحطه في دماغها، وعرفت انه عايش بالقرب من استرانتيا وشكل الفترة الجاية مش هتفضى من وجع الدماغ. وبعد فترة الست دي بتستدعي برمولا وبيكون اسمها كانان، وبتكون معجبة جدا ببرمولا ومشاريعها في استرانتيا، وبتكون الست دي مرات ملك استرانتيا. اما كينيتشي مسحول مع كتب السحر وراح لقى كتاب فيه التعويذة اللي الحاج صاحب المتجر فجر بيها البوابة وما بيصدق وبيشتريها، والست بتدي كتاب سحر لنيمو كهدية. وبالليل بتحكي برمولا اللي حصل لكينيتشي وبتقول له انها كانت عايزة دبوس شعر زي اللي في داليا، وفعلا بيستدعي كينيتشي واحد منهم وبيكون عليه نقش شبه الست بالظبط، فبيقول لها حلو قوي بقى انه اتعمل مخصوص ليها وخدي منها فلوس اكتر. تاني يوم ميا اللي بتقول لكينيتشي انها استكشفت مكان وان المكان ده مليان احجار قيمة، فبيتحمس جدا وبيقول لها هنروح نجيب ابوها. وكالعادة نيمو بتقول له هاجي معاك واني هشاركك في مغامراتك ونقتل التنانين سوا، فبيضحك معاها وبيوافق، وفعلا بتبدا رحلتهم وبتكون نيمو مبسوطة على الاخر. ولما بيوصلوا بيجهز نفسه لاي هجوم وبيدخلوا كهف غريب وبيبقوا كلهم مبهورين من اللي بيشوفوه، وبيفضل كينيتشي يصور فيه حتة حتة لحد ما بيلاقي الاحجار اللي بيدوروا عليها، وبيستدعي اداة التكسير وبيبدا انه يخرج فيها، لكن الصوت عالي جدا وبيحس فيه ان في حاجة جاية عليهم، وبيكون عنكبوت ضخم بشكل مش طبيعي، وبيستدعوا الاسلحة وبيبداوا انهم يهجموا عليه، ولكن نقطة ضعفه الوحيدة هي عينه. وبيجي دور نيمو بسحرها وبتكون مرعوبة، والعنكبوت بيهجم عليهم ومش عارفين يتصرفوا. عم كينيتشي بصواريخ رمضان بيقدر يشتته وبيخرجوا بسرعة من الكهف، وبتكون نيمو زعلانة انها ما قدرتش تساعدهم لكن بيواسيها كينيتشي. لما بيرجعوا بتكون نيامينا متعصبة انهم ما خدوهاش معاهم وبتفضل تتخانق مع ميالي، فبيقول لهم كينيتشي ان كده كده هرجع هناك تاني لانه ما خدش كل حاجته وعينه لسه على الاحجار. وبتقول لهم برمولا كويس عشان اريح انا شوية، وبيكون كينيتشي حاسس ان في حاجة مضايقاها. ولما بيوصل الكتاب الجديد بتكون نيمو متحمسة تجربه، ولكن بيلحقوها قبل ما يحصل زي المرة اللي فاتت، وبيقول لها تاني يوم نجربه. وفعلا تاني يوم بتقدر تفعل التعويذة وبيروحوا الكهف وبيستعدوا كلهم وبيدخلوا، وبيكون الحل عشان يجيبوا العنكبوت يشغلوا أداة التكسير. وفعلا أول ما بيسمع الصوت بيخرج وبيهجم عليهم كلهم، وبتحضر نيمو التعويذة وبتطلق عليه كرة النار، والبنت خلت العنكبوت مشوي وسابهم وهرب، وكلهم فضلوا يشجعوها على مهاراتها لكن ما كانش كفاية، وكانوا عايزين يخلصوا عليه عشان ما يخرجش بالليل للغابة. وفعلا بيتحركوا عشان يلاقوه يخلصوا عليه، ولما بيوصلوا ليه بيكون خلاص على تكة ويموت. لكن المفاجأة اللي ما عملوش حسابها ظهرت، عنكبوت حجمه أضخم بكتير من التاني، ولما بيهجموا عليه بكل قوتهم ما بيتأثرش، حتى سحر نيمو ما قدرش انه يعمل له حاجة وسد عليهم المخرج وما بيكونوش عارفين يتحركوا. كينيتشي متعصب ومش عارف يتصرف معاها، لكن بيكون الوحش التاني مات وبيخزنه، وبيقرر انه لازم يقضي على الوحش ده بأي طريقة، والحل الوحيد انه يستدعي الحفار، لكن بيشتري حفار اكبر بكتير عشان يقدر يهزمه. وبيكونوا كلهم مبهورين لما بيشوفوه وبيهجم على العنكبوت بكل قوته، لكن بيفضل يقاومه وبيكون لسه عنده قدرة وبيحاول تاني، لكن محرك الحفار بيقف ونهايتهم بتقرب جوه الكهف ده. لكن في اخر لحظة نيمو بتستخدم تعويذة الانفجار وبتبعد الوحش، وبيكون الحفار اشتغل وبكل قوة بيقضوا على العنكبوت وبيخلصوا وبيخزنوا الوحش وبيكملوا تجميع في الاحجار، وبيكون مبلغها كبير جدا. ولما بيخرجوا بيكونوا كلهم فخورين بنيمو، وبتقول لها نيامينا ان قدرتك بقت جبارة. ولما بيرجعوا بتشوف بريمولا العنكبوت بتتفزع، والانيل انه جاب لهم بيض عناكب وعايز يطبخوا كمان، وبيكونوا كلهم خايفين تخرج عناكب، وبيبدأ انه يعمل وصفات كتير منه وكلهم قرفانين من اللي بيعمله ده. لكن لما بيعمل الاكل وبيجربوه بيكتشفوا انه فعلا لذيذ، وبيكون عمل منه نوع جبنة مميز. وكلنا عارفين برمولا هتعمل ايه، ورايا على المطبخ يا كينيتشي عشان عندنا تجارة جديدة، وبيقعدوا يصنعوا الجبنة سوا، وبتكون النتيجة فوق الخيال. وكل اللي موجودين مش عارفين قدرات كينيتشي هتوصل لفين تاني، لكن عكس كل مرة طلب برمولا غريب، وبتقول له انها عايزة تعلم كانان طريقة الجبنة، وبيكون مش فاهم حاجة. وبتقول له الحقيقة اللي حصلت فعلا، وان التاجر اللي محتكر التوابل في الامبراطورية دي هددها، وده سبب انها وقفت شغل وكانت عايزة تكسب سلطة كانان عشان تحميها. فبيتعصب كينيتشي وبيقول لها انا هستدعي الرجالة واسلحة واخلص لك على امه. فبتقول له اهدى يا عم الفتوة، وان التجار ليهم طريقتهم في القتال. بيقول لها خلاص انا هسيبك براحتك، لكن لو احتجتيني هساعدك في اي وقت. وفعلا بتعلم كانان طريقة الجبنة، وبعتت رسالة تهديد لاي حد يقرب من مطعم برمولا. لكن انا حاسس ان التاجر ده مش هيجيبها البر. بس الاهم من ده ان مطعم برمولا فتح ابوابه تاني والاعمال ازدهرت كالعادة. لكن المفاجأة الكبيرة لما شافوا كانان جاي عند بيتهم، فيا ترى ايه اللي هيكون جابها كل المسافة دي. وبتقعد معاهم كانان وبتسأل كينيتشي مش انت الساحر اللي ظهر في داليا وهزم شاجة، وبتبقى فاكرة ان الحفارة بتاعته وحش حديدي. لكن كينيتشي
بيحاول يعمل عبيط بس بتقفشه كنان في الاخر، وبتعرفه ان كان المفروض يتم حفر قناه بين المماليك عشان تسهل الزراعه، وكل ملوك المماليك كانوا بداوا بالفعل، لكن ابوها اتاخر في الحفر ولو ما لحقوش يخلصوا هيقطعوا عنه التمويل، وممكن توصل ان ارضهم تتاخد منهم، وبتطلب من كينيتشي يساعدهم وانهم هيدوا له كل اللي هو عايزه في المقابل. وبتقول له البنت انت بتحب التعويذ مش كده؟ ايه رايك اديك كتاب الحمايه العاليه؟ وبيكون الكتاب ده فيه سحر دفاعي قوي جدا لدرجه انه يقدر يحميك من هجوم التنانين. بيوافق كينيتشي على عرضها، وفوق ده كمان بيدوا له شويه عفش، ولما بيبيعهم بيكسب 120 مليون ين. وفعلا بيتحركوا عشان يروحوا موقع الحفر، وبيكونوا لسه بيقطعوا في الشجر، وبيقول كينيتشي لنفسه ان البناء اليدوي بالشكل ده هياخد مش اقل من سنه. وبالصدفه بيقابل هناك نياميرو وبقيه الرجاله، وبيكونوا شغالين في موقع الحفر، ولما بيشوفوا نيامينا بيكونوا معجبين بيها جدا، وطبعا ميالي مش طايقه نفسها وبتقول لهم جاتكوا القرف في ذوقكم. وبتعرف كمان كينيتشي على المسؤولين عن الحفر، ولما بيخلوها تشوف اسعار مستلزمات الحفر بتقول لها برمولا ان الاسعار دي غاليه جدا وان هي كده بيضحك عليها. فبيقول لها واحد من المسؤولين ما تهدى علينا شويه يا ست الكل، وان احنا بنحسب تكلفه النقل لحد مكان البناء كمان، ومحدش غيرنا يقدر يجيب لك كميه المستلزمات دي. ومن الاخر بيلوي دراعها. فبتسال برمولا كينيتشي لو يقدر يوفر لها نفس الكميه، وفعلا بيجيب لها الفاس وبسعر اقل 10 اضعاف، وبيكون محدش مصدق عينه، وبيقول لها اني هقدر اوفر لك كميه كمان. وبيكون المسؤول متعصب وبيقول لها بس بقول لك ايه يا ست كنان، ما تنسيش ان انا جاي لك بامر من شركه سوجالوم التجاريه، وبيكون هو الشخص الزباله اللي قلت لكم عليه، وكان بيستخدمه ابو كنان انه يحلل له مشاكل ويخلص له الحاجات الغير قانونيه. لكن كينيتشي بيركز في الشغل وبيستدعي الحفاره بتاعته، والناس بتبقى فاكراه وحش وهتموت من الرعب، وبيكون الشغل بيخلص اسرع بكتير، وبيروحوا كلهم عشان ياكلوا. ونيمو بقت شاطره في السحر المنزلي لدرجه انها بتسخن الاكل بسحرها، واول ما بتدوقه كنان ما بتكونش مصدقه نفسها وانها عمرها ما دقت حاجه زي دي قبل كده. وبياخد باله كينيتشي ان العمال كلهم جعانين، وان المطعم القريب من الموقع بيكون غالي جدا وما بيقدروش على سعره، فقرروا انهم يعملوا مطعم على صغير لبرمولا هنا كمان. وكل الناس اكلت وشربت والكل فرحان على الاخر، غير صدمه كنان لما بتشوف اماكن الاستحمام عندهم، وبتقول له يساعدها عشان تخش تجربه. وبيفضل كينيتشي باصص في الحيطه كانه متذنب، وبتفضل كنان تكلمه عن نفسها، لكن اخونا كينيتشي بيقلق من حركاتها وبيطلع وبيقفل عليها. وبيجي تاني يوم وبيلاقي كينيتشي كنان وبرمولا بياكلوا العمال، ولما بيشوف كنان من غير مكياج بيعجب بيها وبيقول لها انها جميله جدا. لكن اول ما الباقيين بيبصوا بيجيب ورا على طول، وفجاه بتجيلهم صاحبه محل الاكل وبتقول لهم انا بسببه محلي فاضي ومش همشي من هنا غير لما تقفله. فبتقول لها برمولا اننا في شركه مالو متعودين نبيع بسعر معقول عشان نجذب الناس لينا، ولو عايزه تشتغلي انت كمان فبيعي بسعر معقول. وبتكون البنت مش عارفه تفتح بقها، وفعلا بدات تبيع بسعر كويس. وبيكون كينيتشي شغال كل يوم عشان يخلص في الميعاد، لكنه بيكتشف ان ابتدت الميه تقل، لكنه بيعرف ان الوحوش عارفين مكان بحيره الميه لكن صعب البشر يوصلوا ليها على رجلهم. فبيقرر انه يعمل معاهم صفقه، وهي انهم يجيبوا له ميه من هناك مقابل انه يديهم مشاريب ويروق عليهم. وبكده قدر انه يحل مشكلته بذكاء كالعاده. وبيكون باين على كنان انها مدلوقه على كينيتشي على الاخر، لكن بيستغل كينيتشي انها شاربه وبيمضيها على عقد انها تتبع اوامره. لكن برضه البنت مش طبيعيه يا جدعان، وحرفيا اي واحده بتشوف كينيتشي بتقع في حبه في نفس اللحظه. وفي نفس الوقت بيكون كينيتشي انجز كميه كبيره من الشغل، وحتى مطعم برمولا عامل شغل عالي جدا في المكان. وكمان برمولا بقت كويسه في الحساب، وكانت بتساعدهم في تسجيل دفاتر وتكاليف البناء. وبعد فتره كان فعلا قدروا يخلصوا القناه وفي الوقت المحدد بالظبط، وعملوا كمان احتفال بمناسبه سير الميه في القناه، وطلبوا من كينيتشي انه يوريهم شويه سحر كنوع من التقدير للي عملوا عشانهم. والواد عايش في الدور واستدعى لهم الحفاره، وكل الناس كانت بتسقف له مبهوره بيه. وطبعا ملوك المماليك التانيه كانوا متضايقين جدا، وده لانهم كانوا طمعانين في ارض استرانتيا. وبيقعد غرام زوج كنان مع كينيتشي وبيشكروا على كل اللي عملوا معاهم، وبيشكر برمولا كمان على تعديلها لدفاتر الحساب بتاعتهم. وبيسال كمان عن الكتاب المصور اللي بيتباع في محل بريمولا، وبيكون عايز يعرف اتعمل ازاي. وبيطلع ان غرام شخصيته قريبه شويه من كينيتشي، وانه بيحب الفن جدا، وبيكون هيموت من الفرحه من حاجات كينيتشي. وبيعرضوا كمان على برمولا تمسك حسابات ارضهم دايما، وبتوافق، لكن بتقول له ان هيبقى حمل كبير عليها ولازم تخلي ابوها يساعدها. فبيفرح جدا لان شركه مالو مشهوره وصيتها واصل لحد استرانتيا، لكن بيكون خايف من سوجالوم انه يأذيهم. فبيقول له كينيتشي طب انت ما تعرفش تستخدم سلطتك وتطرده؟ فبيقول له غرام ان للاسف ما عندهمش حتى فريق فرسان، وده بسبب الفلوس اللي بتتصرف على الارض، وبيكون خايف منهم جدا. لكن بتقول له كنان ان اكيد كينيتشي هيساعدنا، وبتحط الواد قدام الامر الواقع. وبيجي بالليل وبيرجعوا بيتهم، وبيكونوا خدوا الكتاب السحري بتاعهم. ولما بيقعدوا مع بعض بيسأل كينيتشي نيمو عن اهلها، وبتكون مقطوعه من شجره وملهاش اي حد، وبتكون زعلانه انهم فتحوا الموضوع. وبيجي تاني يوم وبيروحوا يسجلوا الكتاب السحري، وبيسأل كينيتشي الست لو تعرف ساحره موهوبه ماتت من 10 سنين كده، وبيكون بيحاول يدرب على اي قرايب لنيمو. فبتقول له ان كان في ساحره اسمها ارمين
أرميا واختفت من 10 سنين، وأرميا دي تبقى المالكة الأصلية للكتاب السحر الجديد بتاع نيمو. وبتقول له الست أكيد دي مش صدفة. وفجأة وهم مروحين بتقف نيمو في نص الطريق وبتفتح الكتاب وبتبدأ تقول تعويذة، ولكن وهي بتفعلها بتفشل وبتكون حزينة جدا وبتتعب جامد بعد التعويذة، لكنهم بيعالجوها وبيطمنوا عليها. وفجأة بيلاقوا حد داخل عليهم من ناحية البحر، وبيطلع الحاج مالو وبيبارك لبرمولا على نجاح مطعمها، وبيقول لكينيتشي عايزين نفكر ازاي هنخلص من اللي اسمه سوجالوم ده. لكن كينيتشي بيقول له استنى بس، انا جايب لك منتج من اللي قلبك يحبه. وبيكون المنتج ده هو الشمسية، وكالعادة بيكونوا مبهورين من حاجته. ولما بيقعدوا بيطلب كينيتشي ايد برمولا منه، وبتكون برمولا بتعيط من الفرحة. والراجل بيقول له انت مستني اجابتي؟ دي قاعدة عندك ليل نهار يا ابني. طبعا موافق. وبالمناسبة دي بيعملوا حفلة شوي بالليل، وكمان احتفال بمناسبة اول فرع لشركة مالو في مدينة استرانتيا. وتاني يوم بيكون حد جديد جاي لهم، وبيطلع نورسبول واللي كان متقدم لبرمولا، لكن هي اختفت لانها ما بتحبوش. ولما بيعرف انهم اتجوزوا بيبقى الواد هيعيط، لكنه في الاخر بيبارك لهم. وبيعرف سوجالوم ان شركة مالو بقى ليها فرع في مدينته، وشكله مش ناوي على خير. لكن بيسبقوا كينيتشي وشكله قطع بطاقته وراح لهم منطقتهم. ده استدعى لهم عنكبوت عملاق كمان. ولما بينزل سوجالوم بيقولوا له ان هو ده كينيتشي اللي قلنا لك عليه. وبيقول له كينيتشي كل حاجة ضايقت بيها برمولا في شغلها هطلعها على امك النهارده. ورجالة كينيتشي كلها بتجهز، ده حتى نورسبول موجود. واول ما بيشوفوا الوحش اللي انقذ كينيتشي بيترعبوا، وبيبتدوا كلهم يمشوا ويسيبوه لوحده، لكنه بيستدرجهم لجوه. وهناك بيتحاصروا كلهم، وبيطلع الشخص اللي عايز يقتلهم هو اللي كان اصاب الوحش، وبيهجم عليهم. لكن بيتصدى نورسبول ليه، وبتبدا الحرب. وبتكون نامينا قويه جدا بالرمح، وحتى ميالي ما بترحمش حد فيهم. وقبل ما يسيب الواد نورسبول بينقذوا الوحش. وبتكمل ان كينيتشي بيستدعي الحفاره، وبيخش في العيال وبيشيلهم على طول. وبيطلع يجري سوجالوم، وبيكون هيعملها على نفسه من الرعب، لكن بيستدعي له كينيتشي الحفاره الكبيره، وبيقرر انه يدمر له متجره كله. لكن بيقول له ماله كفايه كده يا عم كينيتشي، واننا ممكن نستفيد بالمبنى بتاعه ونعمل فرع للشركه. وبيكتشف سوجالوم ان غرام وماله تعاونوا، وبيقول له غرام انه هيسيبه يمشي من المدينه ومش هيأذيه. وبيكونوا قدروا فعلا انهم يدمروا سوا سوجالوم تماما. ولكن قبل ما يمشي بيقول لماله ان الناس كلها بقت عارفه اللي فيها، وانك بتجيب كل منتجاتك من الساحر بتاعك ده، لكن خلي بالك انه بيعرض بنتك للخطر. وفجاه بتوصل رساله من الملك لغرام، وبيأمروا فيها الملك انه يبعت كينيتشي للعاصمه الملكيه حالا، وشكل الموضوع مش هيعدي على خير. ولما بيفكر كينيتشي في كلامه بيحس بالذنب، وانه كان السبب في خطف برمولا. وبيقعد مع ماله وبيقول لهم انه مش هيقدر يبيع لهم الفتره الجايه، وانه مش عايز يبقى سبب في اذى اي حد. وديك شايف الملك استدعاني، والله اعلم بقى ايه اللي هيجرى. لكن بتقول له برمولا ما تقولش كده، وان طبيعي الارباح الكتير دي يجي معاها مشاكل. وبتحاول انها تطمنه وتفهمه انه ملوش علاقه باللي حصل، وانها بتحبه ومش عايزه تعيش مع حد غيره. وتاني يوم قبل ما ماري واهلها يمشوا بتدي نيمو ماري كتاب عملته ليها مخصوص، وبتكون ماري فرحانه جدا وبتشكرها. وبيبدا كينيتشي انه يجهز نفسه عشان يروح العاصمه الملكيه، وبيكون كينيتشي قلقان جدا ومش عارف ايه اللي مستنيه هناك، لكن بتكون عيلته معاه ودي الحاجه الوحيده اللي مطمناه. وبيكونوا خلاص داخلين على العاصمه، وبيشوفوا حاجه هناك اسمها غولم، وبتكون زي الروبوتات كده وبتساعدهم في الشغل. وبتكون العاصمه هي اجمل مكان في العالم ده كله. ولما بيوصلوا بتقابلهم بنت الملك، وبيكونوا مستغربين انه وصل في وقت قليل جدا للمدينه. وعشان كينيتشي يقنعهم بيقول لهم ركبت الوحش الحديدي بتاعي، وحرفيا بيكون بياخدهم على قد عقلهم. ولما بتجربها بنت الملك بتعجب بيها جدا، وبيكونوا الحرس خايفين عليها جدا، لكن بتقول لهم ان كينيتشي كان واخد باله منها. وتحس كينيتشي عامل شفره البنات بتاعت جاتا، وبتكون اسمها الاميره ليليس. وبتقول له انت عاجبني ياض انت، وليك عندي مكافاه، قول لي نفسك في ايه وانا هعمله لك. فبيقول لها لو كده انا عايز اخد حته بس من الجنينه اللي ورا دي عشان اخيم فيها. فليليس بتفضل تضحك عليه، لكنها بتوافق في الاخر. وفعلا بيستدعي كينيتشي بيته، وليليس اخر بجاحه وبتاخد بعضها وبتجري جوه البيت، وبتقول له انا عاجبني المكان وهقعد معاكوا هنا. وطبعا الحراس عمالين يقولوا لها يا ست الكل مش هينفع، لكن محدش فيهم يقدر يجبرها على حاجه. ولما بيستدعي الحفاره عشان يظبط المكان ليهم بيفتكروا واحد من الحراس انه تهديد ليهم، وبيهجم على كينيتشي لكنه بيتصدى ليه. وبتحاول كمان نيمو انها تضربه بالسحر، لكن بتتصدى لضربتها واحده من الحراس، لكن بتأمرهم ليليس انهم يوقفوا ضرب. وبتستغرب من قوه سحر نيمو برغم من سنها، وبتتعرف عليها وبتسالها بتعرف تعمل تعويذ ايه تاني. ولما بتعرف اللي بتقدر تعمله بتقول للحرس بتوعها جاتكو خيبه، دي ممكن تمحيكم من على وش الارض لوحدها. وبيجي الليل وبيعمل لهم كينيتشي العشاء، وطبعا اكل كينيتشي بيعجبها جدا، وبتطلب منه يديها نفس التوابل اللي استخدمها في الاكل. وكمان بتقول له انها عاجبها الطبق والمعلقه وعايزه تشتريهم. ولما بتعرف السعر بيعجبها جدا، وبتقول له هات 10 من كل واحده. وبيعمل كينيتشي مصلحه حلوه في البيعه دي، وبتبقى فاكره ليليس ان نيمو هي بنته، لكن بيقول لها هي زي بنتي يعني بس مش بنتي. وبالليل وهم نايمين بيقوموا ميالي ونامينا وبيقولوا لكينيتشي
انهم حاسين بحاجه غريبه ناحيه القصر، وشكل حياه كينيتشي هتفضل دايما في خطر. وبتعدي الايام وبتبقى الاميره بتستخدمهم في اي حاجه، لدرجه انها خلتهم يساعدوها في قتل الفيران اللي تحت القصر، وحتى العنكبوت اللي مع كينيتشي عامل مزاد عليه. وكانت الاميره ليليس حياتها ممله جدا قبل كينيتشي، لكن من ساعه ما جه وهي حاسه ان حياتها احسن بكتير، وبيقدم لها كمان طبق حلويات وبتعجب بيه جدا. وتاني يوم بتطلب منه تاني وبتقول له ان امها الاميره عجبها هي كمان الحلويات بتاعته. وبتكون الاميره مش ام ليليس لكنها متجوزه ابوها الملك، بس بتكون علاقتهم كويسه وبيحبوا بعض جدا، وبيحسوا ميالي ونامينا تاني بنفس الموضوع. لكن بتفهمهم ليليس وان في ناس كتير ماتت جدا في المملكه وهم بيحموها، وان اكيد المملكه مليانه اشباح يعني. وبتكون العيال كلها مرعوبه وهي بتتكلم عن الموضوع بكل برود، وبيروحوا لها الخدم وبيطلبوا منها يخلوا كينيتشي يساعدهم، وانهم طول الوقت خايفين بسبب الاشباح اللي في القصر. وفعلا بتطلب من كينيتشي وبيكون الواد مرعوب، لكن مفيش قدامه غير انه يوافق. ولكن بيقول لها انه عنده طلب، وان مفيش حد بيعرف يستشعر الاشباح دي غير ميالي ونامينا والوحش بتاعه، فينفع تسمح لهم بدخول القصر. وفعلا بتوافق ليليس، لكن كينيتشي لسه مش عارف هيواجه الاشباح ازاي، ودور السحر اللي هو عايش فيه هيبوظ لو ما عرفش يساعدهم. لكنه بالصدفه لقى في المتجر ماده معينه وبتكون بتطرد الاشباح، والواد كينيتشي مرزق بشكل مش طبيعي. وفعلا بداوا مهمتهم، وكانوا بيقولوا له على مكان الاشباح وهو بيطردهم بالماده بتاعته، وخلته ليليس يطهر القصر كله من الاشباح. وكان باقي بس اوضه الاميره، واول شبح كان في المزهريه بتاع الاميره، ولما رش عليها الماده فضل برضه الوحش باصص. والمفاجاه ان الشبح اللي فيها ما خرجش، وبيقول كينيتشي ليليس ان المزهريه دي هي السبب، وانكم لازم تنقلوها وتتخلصوا منها. وبعدها خدتهم ليليس عشان تديهم المكافاه، وكانت انها ادتهم صلاحيه يشوفوا كل الكتب السحريه بتاعتهم انهم يقدروا يقروها هنا بس، لكن خروجها من هنا ممنوع. لكن كينيتشي ما بيغلبش، ولم كل الكتب اللي عجباه واستدعى طابعه وقرر انه يعمل نسخه من كل الكتب. وبعد فتره جه اخيرا الوقت انهم يقابلوا الملك، ولما الناس بيشوفوا كينيتشي بيكونوا مستقلين بيه وبيقولوا انه مش لايق عليه حوار السحر ده. لكن لما بيشوف كينيتشي الاميره بيحس بحاجه غريبه، لكنه بينزل على رجليه وبيعرف نفسه للملك، وبيقول له واحد من الحراس انك دلوقتي هتخوض نزال قدام الملك. وبتكون ليليس مش فاهمه اللي بيحصل، والنزال بتاع كينيتشي بيكون قدام واحده اسمها ميليسيا، وبتكون اعظم محاربه في العاصمه الملكيه. وبيفهم كينيتشي انه استدعاه هنا عشان يعملوا عرض قدام النبلاء، وبتفضل ميليسيا تهين فيه وفي عيلته. وفعلا بتستدعي وحش عشان يهجم على كينيتشي، والناحيه الثانيه بيستدعي كينيتشي الحفاره عشان يقدر انه يواجهه. وبتبدا الحرب، وشكل الموضوع صعب على كينيتشي، لكنه مش لوحده، وميالي ونامينا بيبداوا هجوم على الوحش. لكن الوحش قوته مش طبيعيه، والسحر يواجهه بالسحر. ولما حاولت نيمو انها تفعل تعويذه التفجير عليه ما حصلوش اي حاجه، لكن قدرت انها تصد هجمته بقوه الحمايه العليا، وكان استخدامها للقوه دي مفاجاه للجميع. وقدرت نيامينا انها تصيب الوحش في عينه، وبدا انه يضرب بشكل عشوائي، وهجومه بيزيد على كينيتشي. لكن بنعرف ان نيمو استغلت الكتب اللي طبعوها وعملت الحجر اللي بيتصنع بيه الجولم، وقدرت انها تمسك الوحش وتضعف قوته. وبدا كينيتشي انه يضرب في الوحش لحد ما دمره تماما، وكل ده كان بفضل قوه نيمو الكبيره. لكن بعدها بيوجه كينيتشي رساله للملك، وانه حزين بسبب انه عرض عيلته للخطر، وانه هيرد له كرامته بانه هيهدم القاعه كلها، وانه كمان هيدمر له مدينته. والغضب كان مسيطر على كينيتشي بسبب انه عرض عيلته للخطر. لكن برمولا بتطمنه وبتقول له انهم بيثقوا فيه وفي حمايته ليهم. لكن بتنزل ليليس وبتقول له انها متفهمه غضبه، وان مش من حق اي حد انه يعرضه للخطر عشان متعه ناس تانية. وبتقول له انها عندها حل لده كله، وان عيد ميلادها قرب، ولو جاب لها هديه عجبتها هتخلي ابوها يسامحه. ومش عارف بصراحه ايه العيله الغريبه دي. بتقول له برمولا ان منتجاته هي اميز حاجه يقدمها لها، وفعلا بيقدم لها سلسله من اللؤلؤ، وبتكون عمرها ما شافت حاجه زي دي قبل كده. وفعلا بيسامحوا الملك، لكن كينيتشي بيكون مرعوب من الاميره، واول ما بتقول اسمه بينزل تحت رجلها وبيقول لها انا خدامك يا ست الكل. وبتقول له انا عيد ميلادي قرب انا كمان، مفيش حاجه ليا ولا ايه. وطلعت العيله كلها دماغها ضربه، وبيكون جاب لها نفس القلاده لكن اكبر، لانه عارف من ليليس انها بتحب تتميز وصعب ان اي حد يرضيها. وبيكون اسمها الملكه اماره، وبتقول له انك لازم تاخد حاجه في المقابل. فبيقول لها كينيتشي لو عندكم اي عفش قديم مش عايزينه انا ممكن اخده. ولما بيدوا له فعلا العفش بيطلع سعره 1.5 مليار ين. ولما بيقعد يتكلم معاها بيكتشف انها عارفه عنه كل حاجه وكل الناس اللي هزمها، وانهم كانوا بيحطوا الحاجات دي في طريقه عشان يكون بيساعدهم بشكل غير مباشر في الحفاظ على المدن. وبتروح ميليسيا نيمو في اخر اليوم وبتسالها اتعلمت تعويذه الحمايه العليا منين، فبتوريها الكتاب وبتقول له انه تقريبا بتاع واحده اسمها ارميا، وبتكون ميليسيا عارفاها وانها كانت مشهوره جدا. لكن فجاه بتسال نيمو هو انت تعرفي ايه عن امك، فبتقول لها نيمو انها ما تعرفش عنها حاجه. وبتكتشف ميليسيا ان صاحبه الكتاب كاتبه انها سايبه الكتاب ده لبنتها نيمو، وبتقول لي نيمو حافظي على الكتاب ده لانه تذكار من امك. وبعد فتره بيكون كينيتشي حصل على شويه اراضي كمكافاه، وكمان اخد لقب وبقى شخص مسؤول في المدينه، وقرر انه يرجع على البيت. وفضلت ليليس تتحايل على ابوها عشان تروح معاه لحد ما وافق، وبكده تكون خلصت حكايه كينيتشي وحياته الهاديه اللي كان نفسه فيها قدر انه يحصل عليها في الاخر. فلو عجبك
الانمي انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك انمياتنا الجايه. اشوفكم الانمي الجاي، سلام.